مشاهدينا الكرام، مساء الخير واهلا بحضراتكم معنا ولقائنا المتجدد اسبوعيا مع كل ما ترصده لنا كاميرا المرايا. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، في ظل الانفلات الأمني واللي أعقبه بالتأكيد انفلات أخلاقي واللي شاهدناه في الفترات الماضية واللي بدأ حسمه، نقدر نقول إنه من خلاله طرأت عدة مشاكل وظواهر موجودة في المجتمع، منها على سبيل المثال لا الحصر التعدي على الأراضي الزراعية. كان لينا من السابق حلقة مفصلة عن التعدي على أراضي الدولة، والنهاردة بنتكلم على التعدي على الأراضي الزراعية، وبالتأكيد بنتكلم عن قضية أمن قومي، بنتكلم عن جريمة تعتبر من جرائم الشرف والأمانة، واللي إذا حدد أن مرتكبه هو بالفعل مرتكب هذه الجريمة يمنع من حقه السياسي والبرلماني وأيضا النقابي. حول هذا الموضوع وتفاصيله يمكن بنتكلم عن تفاصيل كثيرة لن تحتويها هذه الحلقة، ونعدكم معها بحلقة قادمة إن شاء الله. بعد فاصل قصير نلتقي بكل التفاصيل، تابعوا. ظاهرة برضه مش كويسة، ان الأرض الزراعية طبعا بيبني عليها دلوقتي وبياخد ما بياخدش مخالفات وكده وبتاع، فلازم في قانون بياخد مخالفات ولازم إزالات ولازم كل الحاجات دي كلها. ما ينفعش ان احنا نتعدى على الأرض الزراعية، لأن الأرض الزراعية ديت احنا عايشين كلنا منها. لو احنا خدنا الأرض الزراعية دي خصبة، لو احنا خدناها وبنينا عليها مش هنلاقي ناكل بعد كده، لأن أصلا عشان نعمل حتى بدلها في أي مكان صحراوي هيكلفنا كتير. فما ينفعش ان احنا نجرف الأرض الزراعية او نبني عليها او نبوظها، لان ده ضرر على الاقتصاد القومي كله. طبعا الحكومه المفروض تنتبه للموضوع دون، وان هي اي مباني مبنيه على الاراضي الزراعيه ان هي تهدها، لان احنا بنهتم دلوقتي نعمر الصحراء ولا عندنا اراضي زراعيه جاهزه للزراعه. يعني المفروض فعلا الاهتمام بالاراضي الزراعيه دي ان هي تهد اي حاجه على الارض الزراعيه تهد. المفروض ان اي ارض زراعيه حصل التعدي عليها يجب ان نزيلها فورا، لان احنا دلوقتي في احتياج الاراضي الزراعيه. بدل ما نروح نستصلح ونتعب في الاراضي الصحراويه، المفروض ان انا ازرع في الارض الخصبه اللي هي بتطلع لي انتاج، انما انا لسه استصلح وهتعب وهكلف وفي النهايه مش هينفع الاراضي الصحراويه باللي انا عايزه. يسعدنا أن نستزيد بمعلوماتنا القيمة من خلال لقاء الليلة مع الأستاذ الدكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقد. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. دكتور سعيد، وإحنا بنتكلم عن التعدي على الأراضي الزراعية بنتكلم عن جريمة ذات طابع خاص، قضية أمن قومي، بنتكلم عن رقعة زراعية ثابتة للمصريين منذ كان عددهم مليون لحد ما وصلنا لحاجة و90 مليون. والأرض الزراعية يعني بيتم إضمحلالها أو بتسرق أو بتنهب أو بتجرف أو بيبنى عليها منشآت. لو حبينا نبتدي هذا الموضوع نبتدي من أي الأوجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بأحيي حضرتك أوي حينما أقريتي كلمة حملت فعلا منطوق التعدي السليم، وهو أنها قضية تخص الأمن القومي. صح. لأن مبدأ أو مصر الزراعية، مصر الفلاح المصري. صح. هويتنا في العالم مصر الزراعية. تخيلوا لو احنا فقدنا هذه الهوية ما بقتش في مصر. لو فقدنا احنا اللي ربنا الفلاح والفلاحة، مهنة الفلاحة دي أوصلناها إلى كل أرجاء الدنيا، لازم نقول ان دي هويتنا وبنعتز بيها. اذا قالوا ان الفلاح المصري هو اللي علم العالم كله الحضارات من خلال ضفتين النيل الجمال دول، هنقول ان احنا قدام مصر الزراعية. هنقول حاجات كتير قوي. لو قلنا ان التربة بتاعت ارض مصر كلها حتى بصحريها تصلح سماد للاراضي الخاصة اللي موجودة في اوروبا، هنقول برضو ان احنا في مصر أرض سمراء. لكن مقابل ذلك احنا تمركزنا في بقعة. البقعة دي لم تزيد منذ أن كان العدد زي ما حضرتك قلت مليون إلى هذه اللحظة أصبحنا 90 أو ما يقارب 90 غير الخارجين بره. طيب هل ده وضع تم أولا تقنينه؟ لأن أنا عندي حاجتين. طول ما أنا بخلق المواطنة داخل مصر يبقى أنا بحافظ على هوية مصر الزراعية.
هوية مصر الزراعية دي سرقت من إسرائيل. إسرائيل دلوقتي في الزراعة سبقت مصر اللي إحنا علمنا العالم فيها، وإحنا لا ندرك ذلك. أصبح الامتداد والعبث دخل إلى القرية، بدل ما كان بيروح يخبز العيش ويجيبه من الأرض اللي هو اعتدى عليه، بيجيب بجنيه عيش وممكن ما يروحش حتى قرية مستهلكة مش منتجة. يفلح أرض. طيب ده كله ليه؟ لأن في تدخلات دخلت إحنا في جهل عنها، في ان احنا نسينا الزراعه عندنا عقيمه لدرجه ان هي متعبه جدا وجاهده جدا. الميكنه الزراعيه ما دخلتش باستحداث علشان تقدر تخلي الفلاح يعلم ان النص فدان اللي هيعتدي عليه ده او القراط اللي هيعتدي عليه ده هيجيب له خير قد ايه ليه ولاهله، وغير كده كمان خير في الاخره، لان الزرع ده اولا ما فيش شجره في الدنيا لا تسبح الله ولا صحيح. تسجد لله. صحيح. فده بمضمون هذا الامر، ويجي يتم الاعتداء عليه. الاعتداء عليه ده عشان ايه؟ علشان احجره اللي ربنا مهدها لينا وخلاها طوعا واصبحت ترتعد من نزول الماء وتزرع وتعطينا الحياه، اصبحت صخره واحنا اللي بنحجرها. فبنيجي نبني فيها، ويجي للاسف الشديد في غفله من الزمن وكانه يغافل الله. دي جريمه في حق الله قبل ما تبقى في حق القانون وحق البشر. يغافل الله في سرقه هذا الحق، وهو حق الحياه لكل مواطن مصري، ويقوم بزراعه تلك او بتحجير تلك البقعه الصغيره والاخر مثلها الى ان تنتهي اللي هي اصبحت في عداد النهى. يعني علشان غلو الاسعار ببدا الارض بدل ما كانت بتزرع اروح مانع عنها واحاول اصحرها او احجرها علشان يجي خبير يشوفها صحيح. يقول الارض لا تصلح للزراعه، ويبقى انا كده كسبت مال وافقدت ناس كتير قوي. دكتور سعيد ده كمان مش بيستنى عقبال ما الخبير يجي او المتخصص يجي، ده هو بيبور ويبدا يبني خلاص انتهى. يعني يجي بقى القانون يجي القانون يقول انا هزيل. عايزين نتكلم القانون كان ايه اولا القانون اللي موجود تغليظ العقوبه. لا، القانون اللي موجود قانون لا يحمي ابدا بحال من الاحوال الارض الزراعيه، وينبغي ان يكون هناك تدخلا من المشرع. مبدا هذا التدخل هو الحد من تواتر او فعل هذه الجريمه ليلا نهارا ايا كان الامر. يعني بدل ما تبقى شرطة جمهورية مصر العربية، بدأ ما يبقى المهندس الزراعي اللي موجود في الجمعية الزراعية آخر من يعلم بمن قام بالبناء، لأن هو معلوش أي التزامات خالص، ما فيش أي التزامات عليه. فبيجي يديني أنا الخبر بعد ما تبقى الأرض خلاص طلعت بقى فيها بنيان. طب هاجي أقول له أنا زلتها ما تحجرت الأرض، يبقى أنا خسرت ثروة عقارية وخسرت أيضا ثروة زراعية، وبقى الاقتصاد بتاعي مش بينهار من جهتين، من جهة الثروة المعمارية ومن جهة الثروة الزراعية اللي أنا فقدتها لأنها لم تصلح أبدا بعد للزراعة. في تغليظ العقوبة دكتور سعيد بيقال إنه يرجع الأرض على سابق عهدها. مش هيقدر يعني أنا حطيت خرسانة على بعد 3 متر تحت، هيروح جاي ولا حد هيقدر يوصل لهذا الأمر. يعني البند ده بند فأنا بعمل إيه بقى؟ للقراءة فقط. يبقى لازم كمشرع اتدخل للحد من هذا الامر. اولا اعطي صفه الضبطيه القضائيه لمين؟ للمهندس الزراعي. المهندس الزراعي لو شاف حد بيبني في اي وقت من بالليل او بالنهار هو اللي مسؤول جنائيا، مش هينام الفتره اللي هو بيعين عليها للمرور. كذلك اعمل شرطه لحمايه الرقعه الزراعيه متخصصه، الشرطه دي يكون هدفها المرور ويكون معاها الادوات اللي تتمكن من الازاله في اي وقت. صحيح. لو جالها اخطار من المهندس الحقوني تطلع تزيل اي مبنى قبل ما تتم فيها التصلب ويبقى فيها الارض تحجرت ويبقى فقدنا هذا الجزء. دي اسمها التدابير الوقائيه المانعه للجريمه. انما ما اجيش انا بعد ما ابني. طب خلينا نقولها واحده واحده تاني دكتور سعيد. اولا ينبغي ان تكون هناك شرطه متخصصه تملك من المقومات التي تتمكن من ازاله اي تعدي على الاراضي الزراعيه في اي وقت. ثانيا ان يكون هناك رقابه ممتده الى مهندس الزراعي بصفته حامي تلك الرقعه الزراعيه. ده عمله. انا عندي كليه زراعه بتدخل لي ناس بيشتغلوا قهوجيه وبيشتغلوا في اماكن مش هي الاماكن اللي احنا ربناهم وصرفنا فلوس عشانهم. وتيجي وبنتكلم ما هو لازم يبقى في هنا استراتيجيه عمل. لو احنا عايزين مصر
مصر هتقوم بينا، مش هننتظر حد يقومها لينا، احنا اللي هنقوم بيها. يبقى بدايه لابد ان يكون هناك تدابير، والتدابير دي تلحقها جزاءات. الجزاءات اولا غرامه تعادل اصلاح مثلا 5 فدادين في الصحراء، قيمه ما يمكنني من استصلاح 5 فدادين من الصحراء، احكم على من تعدى على اراضي ارض يبقى انا خلقت هنا بديل اخر بدل البديل اللي اتحجر وسقط، وخلقت واخد الفلوس ده منه واديها لخريج واقول له اشتغل بيها واديني ارض وانتاج من الارض دي. يعني احنا كنا بنسمع عن اصدار قرار جمهوري بتغليظ العقوبه. اولا عشان اقول لحضراتكم تغليظ العقوبه او تقليل العقوبه لا يمكن ابدا ان يوفر الردع الخاص. وده كانت دول عالميه عملت كده. امريكا جت لغت عقوبه الاعدام للخطف، تخيلي قلت نسبه جريمه الخطف. انجلترا غلظت العقوبه وخلتها الاعدام، زادت النسبه. قال لك يعني تغليظ العقوبه مش رادع ولا بيرضع الناس لا عام ولا خاص. في تدابير اخرى وفي اليات اخرى. طب ايه يا جدعان اللي بيرضع الناس؟ قال لك الردع الذي يرضع الناس هو ان اي مجرم حينما يرتكب جريمه واحس ان امره سينكشف وهياخد يوم واحد مش هيرتكب الجريمه. انما كل هم المجرم هو ان يرتكب الجريمه عالما ان امره لن ينكشف. انما لو انا عندي شرطه جهاز راقي، جهاز مهمته فقط الحفاظ على الامن، مش مهمته اروح اطلع رخص مرور، ولا مهمتي اروح اقف في الجوازات اطلع. وقبل الشرطه يا دكتور سعيد، قبل الشرطه دور المحليات. ده بجانب المواطن العادي بالزبط. بجانب المواطن العادي الرقابه الذاتيه. لكن انا بقول المخلق بقى للاشياء الجوهريه اللي بتمس الامن القومي دي شرطه متخصصه، ده حقها قانوني. انما اتغافلها واجي اقول انتوا بتعملوا ايه؟ طب ايه التوعيه وايه الدور التنموي اللي ادى بيه جهاز اعلامي زي ده للناس وقالوا لهم اللي انتوا بتعملوه خطأ بيغضب ربنا ويغضب الشرع ويغضب الدين ويموت انفس؟ ده من احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا. ده انت لو زرعت شجره وطلع منها بس ذره اكسجين دخلت في انسان وسببت له كم من الاستنشاق او انت احييت نفس لا تدركها. لو برضه عايزين نقول يا دكتور سعيد انه مش كل الناس عندها يعني هذه الرهافه في الحس انه لما يسمع المعلومه يعني ده جزء وفي جزء يعني لا 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 انا بقول المصلحه الشخصيه. اصل الفلاحه في دمنا. احنا بلدنا كده، احنا بنحب الخضره، ما احنا متجمعين على النيل ليه؟ خايفين على مش عايزينه يبعد عن عينينا. الشعب المصري شعب هو ام الدنيا فعلا، اول دوله في العالم احنا، ومنا الدول دي كلها انتشرت. احنا يعني يا دكتور سعيد عايز تقول لي ان واحد جرف الارض الزراعيه وبنى عليها برج علشان ياخد في الشقه كذا كذا، ده بقى نعمل لو قعدنا واتكلمنا معاه وقلنا له ده نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه اولا يحرم من الدخول في اي مجلس نيابي. يحرم حتى ولاده من الدخول في اي وظيفه عامه، لانه ده انتهاك حرمه. يحرم من الدعم في كافه مستوياته. يبقى دي اسمه دي من ضمن التدابير. انا ما بعاقبش بس هحرمك. انا ما بقتصش منك ومش ماسك سكينه اقطع منك، لكن هحرمك من مزايا انت نفسك ستندم يوم ما. ابنك عايز يخش كليه شرطه، لا مش هدخله كليه شرطه. عايز يخش كليه كذا، مش هدخله. هتبص تلاقي فيه التزام، وكلنا بنخاف على اولادنا قوي. والله العظيم لو كانت الدنيا. وبعدين نبقى ايه؟ نبدا التوسعات، بدل ما نتوسع افقي نتوسع راسي. دي الحل الثاني. ثالثا نبدا نوجد نسبه لكل ارض زراعيه، كل واحد له فدان نديله بدل 2% نديله 3%، ويبقى التوسع رأسي، ونسمح له برخصه يبني لابنه وابنه وابنه وابنه. يبقى انا بدل ما انتشر وتبقى القرى الريفيه، ودلوقتي اصبحت القرى ما اصبحتش قرى، لان كلها بقت توسعات رأسيه، وهم ادركوا هذا الامر، لان خلاص بقت سهله جدا. بيهد بيته القديم الريفي وبيقوم ببيت بعماره، بيقوم ببرج، بيقوم بايا كان الامر حسب كم الافراد اللي موجوده عنده في الاسره. يبقى العقوبات ليست تغليظ عقوبه، وانما نوجد العقوبه لمن لا يسمع الكلام بداية، ثم يتم الإزالة عند الشرطة الوقائية اللي هتبقى مكونة من مهندس زراعي اللي هيبقى مشرف على الحوض اللي تم الاعتداء فيه، مع شرطة متخصصة لتتمكن من الإزالة الفورية حتى لا يتم تحجير الأراضي الزراعية، مع مخالفات وتدابير أخرى تفرض على هذا المعتدي، وعقوبات سالبة للحرية إن شاء الأمر حسب كم واحد. لكن حضرتك مش مع عقوبات يعني مغلظة أكثر؟ لا. إنه يدفع مثلا قيمة مالية كذا
كبيرة. ما هيدفع ان هي القيمه الماليه ايه؟ ان هو هيستبدل القطع اللي هو النص ايراد ده او الايراد ده ب5 فدادين في الصحراء. تكلفه ال5 فدادين استصلاح كام 100,000 جنيه 200,000 جنيه. هو حر، مش انت معتدي. خلاص. طيب كان القانون يا دكتور قبل ما يعني حلم التغليظ واللي حضرتك مش معاه كان بيقول ايه القانون؟ القانون كان بيدي عقوبه الحبس والسجن لمده لا تزيد على 3 سنوات والغرامه. الغرامه 200,000 تقريبا. لا ما كانش مغلظها للدرجه دي. كانت الغرامه عاديه. هي الغرامه بتبدا من 5 لحد 200. لكن في دلوقتي اجتهاد لتغليظها اكتر. انا بقول مش تغليظ ومش عايز مسماها غرامه تروح للدوله. انا عايز مسماها، عايز تبني على نص ايراد تستصلح لي 5 فدادين بس. تستصلحهم بجنيه ب10 ب20. اديني خريطه ال5 فدادين واللي بيزرعهم عشان انا رايح انتهك الحرمه دي. او ما انتش قادر، تعالى وشوف المقايسه الخاصه بتكلفه استصلاحهم، وهاخد منك وادي خريج جديد اشغله ويبدا اخلق مجتمع جديد تاني بيك انت برضه باعتدائك انت. يبقى ليه يعني بقى؟ يعني من خلال مقترحك ده بتفكر خارج الصندوق بس. يعني احنا اعتدنا انه يعني جريمه عقاب. لا العقاب مش رادع، يبقى نغلظ ليه؟ العقوبه. وانا ذنبي ايه في الدوله؟ انت عارفه حضرتك كل مسجون بيصرف على مصر قد ايه؟ ده كل مسجون له بس امني فلوس دراسات امنيه 200 جنيه يوميا امنيا فقط، غير اكل وشرب وملبس ومأكل. طيب 300 جنيه على مليون مسجون، 300 مليون طلعت كل شمس. طب وهم انا ايه اللي هم عملوا لي؟ حد اخطا انا بدفع له انا؟ يعني هو يخطأ في حقي ويصير الذعر وانا ادفع مني من ايه؟ من ايرادات الدوله اللي هي منهكه، اللي انا بتمنى ان يكون لي خدمه لاولادي ومن الضرايب ومن هنا ومن هنا عشان هو ياخدها مني. ده عداله. طب لما حضرتك يا دكتور سعيد اقترحت هذا المقترح يعني، وكان في طبعا يعني جزء اخر من القانونيين مع تغليظ العقوبه، يعني لقيت ارض خصبه لاستيعاب الفكر ده؟ هو للاسف عشان ما تغلظش العقوبه، عشان الظروف اللي احنا بنمر فيها. احنا بنفقد غياب مجلس تشريعي. فغياب المجلس التشريعي المنوط به التشريعات اللي هي بتبقى زي التشريعات دي، اللي بتبقى لها دراسه متأنية ومناقشات وفي دراسات جدوى، وبتجيب القوانين القديمه وبنجمع ده على ده وبنشوف الموائم واللي نشيله واللي مش موائم وهكذا. يبقى وفي لجنه تشريعيه وفي حاجات كتير قوي مش موجوده. فاللي بيصدر قانون دلوقتي بيصدره بصفته فرض. بمعنى ايه؟ قد يغلظ هذه على يعني عقوبه زي دي، يمنع مثلا من استعمال القاضي الماده 17 فيها. بيلاقي نفسه مخالف الدستور، لان دستور 2014 دستور من في جماله في نص ماده مانعه قاطعه اللي هي المساواه ما بين المواطنين امام القانون وعدم التفرقه العنصريه. فلما اجي انا اخص فئه معينه من الجرائم بعقوبه او بتشديد غير الوارد في القانون، يبقى انا فرقت تفرقه عنصريه، هنقول ان النص ده مخالف للدستور. يبقى هنبقى عرضه لان نكون محك لبطلان من السلطه. بطلان هذه العقوبه. مش عايزين بقى احنا نتمادى لهذا الامر. يبقى احنا، ما انا قلت انا مش هفرض عقوبه ومش هاخد منك حاجه، لكن احرمك. لكن من حقي انت خدت مني 5 فدادين، نص فدان او ربع فدان او ايراد او جزء امتار من اللي انت خدته، اديني حقها علشان في جيل طالع كان مستفاد من ده وحقه ان انا حافظه. طيب ما يتعلق بمساله التصالح، حضرتك معاها؟ التصالح تتم لا يمكن. وهل يعني علشان متخيلين يبقى في يعني اليات معينه للتصالح؟ انا عشان اتصالح دلوقتي مع هذه الجهات يبقى لازم ادي التدابير اللي انا قلت عليها. التدابير اللاحقه ايه هي؟ انك تديني 5 فدادين واتصالح معاك، ده بدايه مع حرمانك من 1 2 3 وهديك ترخيص. بالظبط. انما مش يروح يدفع أصل فلوس. البعض بيسال دكتور سعيد يبقى عامل كده وانتوا بتقولوا انها جريمه. لا للحالات، لا ده الحالات اللي هي الحالات اللي عندها بالظبط. انما ما كان بقى اللي جاي اقول زي ما انا عايز بالظبط، افرض زي ما انا عايز. يبقى انا عندي هنا منطقيه وعندي قدره على استيعاب تشريعي، لان انا مشرع وبقف على حاجه الشعب. انا مش مشرع واقف بتفرج وسايب الدنيا. لا، ده انا عايز اشوف الشعب هنا زي تغليظ عقوبه السلاح. كان محتاجها
كان محتاجها التشريع، لكن اما جه دستور 14 لقينا ان القانون ده مخالف للدستور برضه، لانه منع استعمال الماده 17 لمين؟ للاسلحه الالي والاسلحه الناريه اللي هي المسدسات سريعه الطلقات، اللي هم النوع المشخن من الجدول الاول من السلاح. الله، طيب انت غلظت العقوبه ومنعت القاضي من انه يستخدم الماده 17 اللي هي تخفيف العقوبه وخليتها يا براءه يا مؤبد. من حقك، لان كان المجتمع في الوقت ده محتاجها، وده كان مرسوم بقانون صادر من المجلس العسكري. أيوة. لكن اما جه دستور 2014 لقينا ان النص ده، شوف قد ايه جمال الدستور ده، لقينا ان في قسوه، عدم استعمال الماده 17 في جريمه. طب ما في جريمه قتل زيها، طب ما اشمعنى دول خاصتهم بيها ومنعت دول؟ يبقى انت هنا في تمييز عنصري ما بين الناس، هو ما لا يجب ان يكون في الدستور. بعيدا وقريبا دكتور سعيد، يعني بشكل عام عايز اعرف وجهة نظر حضرتك في انه مسألة القانون وتفعيل القانون، مسألة القانون وروح القانون. يعني دايما احنا انا ما اخليش واحد نصدر محتاجين قوانين، احنا مش محتاجين قوانين، ده احنا اكتر بلد عندها قوانين ومش عارفين بس لا تفعل، مش عارفين ننفذها من كترها. انما انا لو جيت خدت قانون صفحتين في تدابير وفي كذا، وواجه العقوبه دي اسيبها ما عاقبكوش حتى ولا احبسه ليه؟ ده العقوبه الحرمان دي اساسا من الحقوق، من مباشره حقوقه السياسيه والمدنيه، ومن عدم القدره الى التحاق ابنائه للكليات كذا العسكريه. التدابير دي الحاجات دي هتوقفه عند حده، صدقيني. يبقى انا عندي هنا، انا ما منعتكش، لكن انت حرمتني من حق الحياه. انا ما بحرمكش انا بحرمك من حق ممارسه الحياه اقل مما انت حرمتني منه. بوصمك بس يعني زي ما ابتدينا هذا اللقاء. أيوة. وقلت انها بالفعل جريمه مخله بالشرف، علشان كده كان هذا اللقاء كان هذا اللقاء بالزبط. ليه؟ لان انتوا استحسيتوا واستشعرتوا الخطوره الكامنه اللي ما حدش واخد باله. وينبغي على الجهاز الاعلامي ان يراعي هذه القضيه شيء من الاهتمام، لانها جد خطيره وقضيه بتمس الامن القومي وبتمس هويه مصر الزراعيه اللي احنا بنتباهى بها قدام العالم. صحيح. ولم تسرق منا ولم تتمكن أي دولة أن تسرقها مهما كان. صحيح. حتى ولو كانت اليهود الخونة، لأنهم حتى سرقوا منا الفلاحة. صحيح، سرقوا منا هم يعني احنا بندي الفرصة الحقيقة، لانه بعض الاشياء الثمينة اللي احنا اتولدنا ويعني بالفطرة المصري سلبية قاتلة، سلبية المصري وتهاونه. ويمكن بنقول انه برضو حتة انه خليني في حالي دي، انا لو لقيت جاري بيبدأ يجرب في الارض حتى حرصا عليه، هو ربما وسوس له الشيطان حرصا عليه قبل ما يبدأ يجرب ويبني ومسؤولية ويعود عليه خسارة. وبرضه ده حاجة جانبية. لكن أنا في القانون بقى ما بيبقى بيلزمني مهندس الزراعة ده مسؤولية جنائية بالظبط، عشان يجري، عشان يبقى هو حريص على انه يبلغ. لكن دلوقتي مش مسؤول ولا بلغ بالظبط، ولا في ضبطيه قضائيه. وربما يخشى انه وهيزعل مني زيد او عيد. طب ليه يا عم؟ لا خلاص طنش بالظبط، ويمكن ما يبلغش. هي الحقيقه يا دكتور سعيد، يعني مثل هذه الموضوعات بتحتاج لمجموعه من الاليات، ينتظر مجلس الشعب القادم، ينتظر مجلس الشعب القادم وتضافر الجهود. يعني احنا لو اتكلمنا عن يعني اختصاص وزاره ما، مش هنغفل وزاره من الوزارات الحقيقه. يعني يعني وزاره الزراعه، الداخليه، الدفاع، يعني القضاء، المجلس المحلي القضاء في يعني في كيفيته لمعالجه المشكله بالزبط. بما يقرب لاخذ حق المجتمع. انما واحد اعتدى على ارض زراعيه وراح يتحبس وشدد له عقوبه الحبس وراح اصرف عليه كل يوم 300 جنيه ولا 400 جنيه من قوت الشعب ومن قوت الناس اللي انا بدفعهم علشان اتمتع بخدمه واتمتع بحياه بالزبط. واعيش حياه واعيش ولادي، ويبقى عندي مرافق كهرباء ما تتقطعش، ميه ما تتقطعش، كل ده اروح اصرفهم على ده؟ لا حرام. مش بس كده، يعني احنا برضو زي ما ذكرنا في معرض الحديث انه مش بس احنا هنخسر عشان هيدفع له 300 جنيه ولا اكتر كسجين، احنا بنكسب مواطن صالح ربما كانت دي بالظبط وارضي بالظبط، وهو العقوبه بتاعته ان هو يصلح يعني ارض اخرى بالظبط. وهويتي انا ارض زراعيه،
احنا مش مدينه صناعيه. احنا بنشكرك يا دكتور سعيد، والحقيقه مثل هذه الموضوعات مشاهدينا الكرام وكما اعتدنا لن تكفيها حلقه واحده ان شاء الله، يعني من ان لاخر مثل هذه الموضوعات نفتح ملفاتها مره تلو الاخرى لانها ملفات غايه في السخونه. انا بشكر حضرتك الف شكر الاستاذ الدكتور سعيد مدين، استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقد. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام استودعكم عنايه الرحمن، على امل اللقاء في الاسبوع القادم حتى نلتقي لكم دائما منا أطيب المنى. إلى اللقاء. بشرة خير لكل المصريين. دلوقتي تقدر تهدي أغنية الفنان حسين الجسمي بشرة خير لكل أصحابك وحبايبك، أو كمان تخليها